ازاي تضيف اعلانات في فلاتر ابلكيشن. ودي طريقة من طرق الربح من الابلكيشن. اول حاجة هنضيف باكج جوجل موبايل ادز، وبعدين نروح على المين هنعمل انشالايز الموبايل ادز. هنروح على الاندرويد من اب سور مين اندرويد مينفيس، هنضيف الاندرويد نيم والاندرويد فاليو، وده الاي دي بتاع الاكونت بتاعك على اد موب. بالنسبة للاي او اس هنروح على اي او اس رانر انفو دوت سبليت، نضيف تو لاينز دول، هو الاي دي برضو بتاع الاكونت. تكريت دارت فايل جديد بالكلاس اد موب سيرفيسز، نكريت فانكشن بانر اد يونت، ودي بالنسبة للاندرويد بلاتفورم هيعرض الاعلان ده، وبالنسبة للاي او اس بيعرض الاعلان ده. هنكريت تو فانكشن تانيين، الانترستيشال اد يونت نفس الفكرة للتو بلاتفورم، واحدة للريوردد اد يونت. هنروح للسكرين بتاعتنا rewarded add، هناخد object من rewarded add في الانت state، هننادي على الكرييت rewarded add. تعالوا نكريت الفانكشن دي في الريكوست، هنبعت لها الاد ريكوست في الريورد لود كول باك. لو الاعلان اتحمل equal rewarded add بالاد، لو on field rewarded add ب equal null. هنعمل فانكشن تانية show rewarded add، نكريت واحد جديد. هنكريت فانكشن show rewarded add، لو rewarded add مش بنل والاعلان اتعرض هنعمل له ديسبوز ونكريت واحد جديد. طب لو حصل ايرور كريت واحد جديد. لو اليوزر شاف الاعلان فاحنا هنزود الريورد سكور بواحد، وقبل ما نخرج هنخلي الريوردد اد بنل. تعالوا نكريت الريورد سكور بزيرو. السكافولد عندنا كولوم هنكريت التكست، ودي فيها الريورد سكور، ده عدد مرات ظهور الاعلان او اليوزر شاف الاعلان كام مره. في الاليفيتد بوتون هننادي على show rewarded add. تعالوا نرن مع بعض. تعالوا نكريت البانر اد، نعمل نفس اللي عملناه في الريوردد اد. نكريت اوبجكت من البانر اد في الانت ستيت، نعمل كرييت بانر اد. في الكرييت بانر اد السايز هنديها الفول بانر، اد يونت اي دي هنديها البانر اي دي. عايزين نعمل ليسنر هنسيبها دلوقتي، هنروح نكريتها في الاد موب سيرفيسز. في الريكوست هنديها اد ريكوست، بعدين نعمل لود للاعلان. هنروح للاد موب سيرفيسز، هنعمل بانر اد ليسنر في كل الستيتس بتاع البانر اد، لود والفيلد والاوبند والكلوزد. هنا كلها دي تبقى برنت، بنطبع اللي حاصل. نروح في السكافولد نكريت بوتوم نافيجيشن بار. في البوتوم نافيجيشن لو البانر بنل هنطبع كونتينر عادي، else هيبقى الكونتينر اللي فيه الاد بتاعنا التشايلد بتاعه اد ويدجت ونبعت لها الاعلان. نجرب مع بعض. رقم 3 الانترستيشال اد، هنكريت اوبجكت منه في الانت ستيت، نادي فانكشن create interstitial add. تعالوا نكريت الفانكشن، هي الفانكشن بتاعه البانر وبتاع الريورد اد لود للاعلان. فهنخلي الانترستيشال اد باد، غير كده هنخليها بنل. ونعمل الفانكشن show interstitial add، لو الانترستيشال اد مش بنل الاعلان اتعرض فهنعمل ديسبوز وبعدين كرييت، ولو فشل هنعمل ديسبوز وبعدين كرييت. نفس اللي حصل في البانر، نعرض الاعلان نساوي الانترستيشال اد بنل. تعالوا نكريت elevated button في الاون بريزد، هنادي على show interstitial ad.